عليكم شباب، كل عام وانتم بألف خير ويا رب الصحة والسلامة وتحقيق الأماني والأمن والأمان على عراقنا الحبيب، آمين يا رب العالمين. شباب، هذا أول فيديو من سلسلة إن شاء الله من لعبة كلاش أوف كلانس. السلسلة راح تحتوي كالآتي: على اختيار هجمات، تصميم قرية، أسرار لعبة كلاش أوف كلانس، أو برنامج البوت، الكلاش بوت اللي يعمل على اليمن، اللي يعمل على اللابتوب، واللي يعمل أيضا على الموبايل. راح يتم شرحهن إن شاء الله بالفيديو القادم. شباب، القناة تحتوي أيضا على كل ما يخص الكمبيوتر من ألعاب أو برامج، أو الموبايل من رومات أو روت أو ألعاب أو برامج، أو كيفية عمل حساب أمريكي للإيميل القديم أو إيميل جديد. شباب، هذا كلان كلاسيكو العالم. خلنا نعرفكم عليه شوية وعلى أعضائه. شباب، مثل ما تشوفون هذا هو الكلان ليفل 5. طبعا ما أقولكم أفضل كلان، بس أكيد أعضاء أفضل الأعضاء إن شاء الله. طبعا الكلان 50 وصل اليوم. أعضاء جونا جدد مثل ما تشوفون. خلينا نستعرض الأعضاء إن شاء الله، وراح نستعرض لكم أفضل 3 هجمات إن شاء الله. شباب، هذا الليدر اللي هو أخونا وحبيبنا ضرغام، وذول الأعضاء المميزين جدا جدا. خلينا نستعرض لكم الحرب انتصرنا بيها بفضل الشباب وبمجهودهم، والحمد لله والشكر. من بعد ما كنا خسرانين فارق تقريبا 20 نقطة تمكنا من الفوز أو أكثر. شباب، راح نستعرض أفضل 3 هجمات، اللي هي أول بالمركز الأول اللي هو عمر. شباب، بالثواني خلنا نشرح لكم أفضل جيش. الجيش طبعا هذا أفضل جيش حاليا بالهجوم الأرضي. طبعا اللي يهجمون به الإخوان الباقين عبارة عن ماكس، بس حاليا كولوم 2 ليفل 1، بيكر 3 ليفل 3، 21 وزرد، 1 بربريان، زائد دعم وملك وملكة، 2 طاقة، بالإضافة إلى 2 مسرع. خلينا نشوف الهجوم ونشوف شلون رتب عمر وشلون قدر يهزم خصمه. شباب، مثل ما تلاحظون سحب الدعم بالبداية اللي هو عن طريق نزل الجولوم، ونزل بعدها الوزرد اللي هو نظف حتى ما يشطح البيكا، ونزل البيكا اللي هو يعني فد خرافي اللي هو ليفل 3، والماكس بعد ما اعتقد افضل. شباب، راح اسرع حتى وقت الفيديو ما يكون طويل عليكم. وشباب، اي شيء تحتاجونه من العاب مثل ما قلنا برامج، او افضل شيء اللي هو برنامج كلاش بوت، يعني بمكان ما تترك الموبايل او اللابتوب بدون عمل، نزل عليه البرنامج وتركه يشتغل، هو يلم لك موارد. لان الموارد من توصل ليفل 9 كلان 9 او كلان 8، من يوصل ماكس راح النوبة يطلب كله 2,000,000 او اكثر او 3 او اكثر. شباب، هذا حسين اللي هو بالمركز الثاني. طبعا حسين عضو مميز او كوليدر حاليا هو. خلينا نتابع الهجمة مالته ونسرعها. حسين طبعا ما شرحنا، بس اعتقد هجم 3 جولوم و1 بيكا، وطلب 1 بيكا دعم، و19 ساحر، واعتقد 4 مفجر سور و1 ارشر. حسين بشغلة حلوة العفو، اللي هو شنو؟ دائما يخلي عنده ساحر واحد او 2 سحرة يبقيهم اخر شي. وهاي يعني فكرة كلش حلوة انه هو ما يستخدمهم. شوفوا وين نزل الارشر، راح يفيده كلش هواي بهاي المنطقة. خلنا نسرع شوية. عاش ايدك ابو علي. طبعا هجوم كلش حلو كان، وفادنا كلش هواية. شباب، خلينا نستعرض هجمة صلاح ليزعل علينا. اوكي، هذه بالخطأ. صلاح، وين صلاح؟ هذا هو صلاح الملكي. طبعا صلاح الملكي من اسمه ملكي. بس البارحة
فشلون العفو الملكيين، رونالدو قوم رونالدو، وألف سلامة لميسي، ولو أنا أكرهه كلش بس نقول لاعب شو نسوي. مثل ما شفت الشباب شلون نزل التنين، لأن التنين والبيكا بيهم شغلة كلش ما حلوة، إنه هو شنو، إنه هو يشطح، بس هنا نزلهم بطريقة كلش حلوة وطلب دعم منطاد. ليش؟ لأن المنطاد يروح رأسا على الدفاعات، فنظف قبل لا ينزل المنطاد، وبعدين نزل المنطاد وكمل على الهجمة مباشرة. بس المركز الثالث اللي هو عمر، ألف تحية لعمر، أو العفو باقر، ألف تحية لباقر. طبعا باقر من كربلاء، وأهلا وسهلا بيه وأخونا ويشرفنا. طبعا شباب نسينا نشرح على الجيش اللي استخدمه، بس إن شاء الله بعد ما تنتهي الهجمة راح نراويكم بمن هجم. مثل ما تشوفون هجم 2 جولوم، 1 هوك حتى يسحب الدعم، 19 وزرد، 4 مفجر سور، 2 بيكا الملك، 2 مسرع، 1 طاقة، وطلب دعم 5 وزرد ماكس. طبعا شباب هذه هو الفيديو الأول إن شاء الله لسلسلة قادمة، نتمنى من الله التوفيق. شباب لا تنسون دعم إن حتى لو بتعليق أو بكلمة واحدة راح يفيد القناة، وإن شاء الله راح نفيدكم اللي نقدر عليه. وإن شاء الله الفيديو القادم عن برنامج كلاش بوت، ولا تنسون إعجاب زائد اشتراك بالقناة. وأهلا وسهلا بكم شباب، وشرفتونا، وشكرا على المتابعة.